أهلا بيك في قناة دماغ تانية. لو بتحب تشوف الحياة من زاوية محدش واخد باله منها، يبقى المكان ده معمول ليك. اشترك دلوقتي في القناة وخلي دماغك تركب دماغ تانية. تعرف إن في حاجات بتدخل جوه دماغك وتفضل مع الشاشة فيه للأبد، وحاجات تانية بتتبخر كأنها عمرها ما حصلت ولا شفتها في حياتك. طب تعرف ليه بيحصل كده؟ أو حتى مين اللي بيختار إن ده يحصل؟ النهاردة مش بس هنجاوب على السؤال ده، احنا كمان هنفتح باب لجوه عقلك. النهاردة وانا بجهز كوباية القهوة بتاعتي افتكرت صوت امي اللي كانت كل يوم تنده عليا في نفس الميعاد وتقول لي اعمل لك قهوة معايا. افتكرتها كأنها واقفة قدامي بكل تفاصيلها وشكلها وابتسامتها وحتى شميت ريحتها، فقلت بس دي إشارة ولازم اطمن عليها. بس وانا بطلب نمرتها نسيت الرقم، مع اني لسه واخد رقمها امبارح من اخويا وحفظته من كتر سهولته. الحقيقة الموضوع ده شدني جدا، وانتوا عارفين مفيش حاجة غريبة بتحصل معايا الا وانا جايب اخرها. الحقيقة ان العقل البشري مش كاميرا بتسجل كل حاجة، هو نظام ذكي بس بيختار انه ينسى، وبكامل قواه العقلية كمان. يعني الموضوع مش بيكون غلطة أو خلل، ده بيتم بطريقة معقدة ومدروسة جدا، وده بيكون ليه أسباب كتير. السبب الأول النسيان الانتقائي. سنة 1964 العالم كليمز عمل تجربة مشهورة، خلى الناس تحت التنويم المغناطيسي وسمعهم شوية كلمات، كان منها كلمات محايدة، بس كان في كلمات تانية مرتبطة بصراعات داخلية عندهم، يعني وجع قديم ما تنساش، حادثة أليمة، عنف جسدي أو ألم نفسي. وأثناء التجربة طلب منهم ينسوا شوية كلمات من اللي اتقالت لهم، وكانت النتيجة إن الناس نسيت الكلمات المرتبطة بالصدمات النفسية أكتر من المحايدة. وساعتها استنتج كليمز إن المخ بيختار ينسى الحاجات اللي بتوجعه. وعلى الرغم من إن الموضوع ممكن يكون منطقي بالنسبة لك، بس للأسف ده مش بيحصل مع الكل بشكل ثابت. التجربة دي ما حسمتش الجدل اللي كان حاصل ساعتها، بس ادتنا طرف خيط نفهم بيه معنى النسيان الانتقائي. بالنسبة لعلم النفس، النسيان الانتقائي هو باختصار إن المخ يقرر يخزن إيه جواه ويمسح إيه، كأن عندك أرشيف كده وفيه موظف بيبص على كل ذكرى ويقرر دي مهمة خليها ودي لأ مش مهمة ارميها. ممكن تشوف إن قرار زي ده بيبان وكأنه عشوائي، لكن الحقيقة إنه ماشي على نظام داخلي معقد بيوازن بين قيمة الحدث اللي مريت بيه وكمية المشاعر اللي فيه ومدى أهميته للبقاء أو للشخص نفسه. يعني مثلا وانت طفل لما حصل معاك موقف قوي لأول مرة، زي أول يوم مدرسة أو أول خناقة ليك مع طفل تاني، أو أول مرة الكهرباء تقطع وتلاقي نفسك مرعوب من الضلمة، الحدث ده دخل جوه مخك ومعاه مشاعر قوية أول مرة تختبرها. والمخ بيحب الحاجات اللي فيها مشاعر عالية، بيفضلها وبيعتبرها ذكرى VIP كده، فبيقرر يخزنها ويحتفظ بيها لفترات طويلة جدا، ممكن تفضل طول حياتك فاكرها. بس مش دايما الأحداث المهمة ما بتتنسيش، كمان المخ بيختار إنه ينسى أحداث مهمة جدا بس صادمة، زي ذكرى حادث أليم حصل لك وانت صغير، أو مشهد دموي بشع زي الفيلم الكوري فورجوتن، اللي البطل من كتر بشاعة اللي حصل قرر ينسى كل حاجة كأنها ما حصلتش أصلا عشان يبطل يحس بالألم. كأن مخك واقف يحميك من ذكرياتك عشان يحافظ على حياتك أكبر وقت ممكن. طيب وليه بننسى اللي حصل معانا امبارح؟ زي ما نسيت أنا رقم والدتي، السبب ببساطة هو الروتين. كنت بتعمل حاجات عادية متعود إنك تعملها ودماغك متسيستمة عليها، كنت سايق العربية ورايح الشغل زي كل يوم، أو كنت بتشرب الشاي الساعة 4 العصر زي كل يوم، والمخ مش بيحب يخزن العادي. العلماء سموا ده فقدان الذاكرة الانتقائي، نوع من أنواع النسيان بس مش شامل. انت مش بتنسى كل حاجة، بتنسى حاجات معينة بس، يعني بتنسى علاقات معينة، أماكن كنت فيها، أو حتى مهارات كنت بتعرف تعملها،
زي العزف، التصفير أو ألعاب الخفة. وأنا امبارح كنت باخد الرقم وأنا في طريقي للشغل زي كل يوم، يعني حدث روتيني أقل من العادي بالنسبة لدماغي. يعني اللي بيخلي المخ يمسح ذكريات محددة هي المشاعر اللي كانت مع الحاجة دي. ساعات بنختار ننسى مشاعر وجودها بالنسبة للمخ مش مهمة، وساعات تانية بنختار ننسى مشاعر لازم تتنسي عشان نسيانها رحمة لينا، وساعات تانية المشاعر دي بتكون مميزة فبتفضل موجودة. نروح للسبب التاني، الذاكرة القصيرة. المشاعر لوحدها مش السبب في النسيان. العلماء كمان بيقولوا إن الذكريات الجديدة بتكون في خطر لو ما اتحفظتش بسرعة، يعني زي ما تقول كده في مرحلة حساسة لو عديت منها الذكرى بتدخل بسلام في الذاكرة الطويلة المدى. كأن في نوعيات مختلفة من الذاكرة وكل نوع بيتأثر بشكل مختلف. في كل يوم بيجمع دماغنا آلاف التجارب والمعلومات، بس مش كلها بتتحول لذكريات طويلة الأمد. لو ما عدتش ودخلت في الذاكرة طويلة الأمد بتتبخر كأنها ما حصلتش. بس عمرك جه في بالك لو عندك زرار تمسح بيه ذكرى معينة من دماغك هتقدر تدوسه ولا هتتراجع؟ قبل ما تجاوب على السؤال ده خلينا أكمل لك باقي أسباب النسيان. العلماء اكتشفوا يا صديقي إن الدماغ حتى وهو صاحي بيمر بعملية انتقائية بيقرر فيها إيه الذكريات اللي تستاهل تتحفظ وإيه اللي لازم تتشال. يعني خلال النهار لما الدماغ يكون في وضع خامل مش مركز أو مجهد بتظهر موجات عصبية اسمها تموجات حادة. الموجات دي بتشتغل كأنها ختم أو إشارة بتقول للدماغ المعلومة دي مهمة خزنها. لكن تخزين الذكرى ما بيتمش فورا، ده بيحصل بالليل أثناء النوم لما الدماغ يدخل مرحلة التنظيم، يفصل ويختصر ويربط التجارب ببعضها. وده معناه إن الراحة حتى لو كانت مجرد مشوار أو كوباية قهوة ممكن تساعد دماغك يحفظ أكتر ويفهم أسرع. يعني أنت لو عاوز تفتكر كل التفاصيل في حياتك ما ترهقش نفسك 24 ساعة وترجع تقول أنا ذاكرتي ضعيفة. لأ، لازم تشتغل شوية وتفصل شوية. السبب الثالث التداخل، وده في منه نوعين. تداخل رجعي وهو لما المخ يخلي المعلومات الجديدة تدخل فوق القديمة وتغطى عليها، زي بالظبط لما تنقل ملف على اللابتوب وتسميه نفس الاسم القديم. الملف الجديد بيمسح القديم أو بيتبدل، يعني يبدل القديم بالجديد. وفي تجربة جديدة العلماء عملوها لاحظوا من خلالها إن الدماغ لما بيتعلم حاجة لأول مرة بيكون وصلات عصبية جديدة، وفي نفس الوقت ده بيمسح وصلات عصبية قديمة. وفي نوع تاني من التداخل اسمه تداخل استباقي، وده بيحصل لما يكون المخ متمسك بذكرى قديمة وبيرفض يدخل حاجة مكانها. وده بيحصل أوقات كتير لما بنحاول نفتكر حاجة قديمة بنكتشف إن المعلومات الجديدة اللي لسه متعلمينها بتغطي عليها كأنها مشوشة كده. انت عارف إنك عارف الحاجة دي ومتأكد إنك حافظها، بس مش قادر تسترجعها كأن في حيطة سد بينك وبينها. يعني مثلا لو اتعلمت لغة جديدة ممكن تلاقي نفسك نسيت كلمات من لغة كنت حافظها قبل كده، مش لأنك فقدت الذاكرة لكن لأن المعلومات الجديدة أخدت مكان القديمة أو حجبتها. وده بيأكد إن دماغنا مش هارد ديسك بيخزن كل حاجة، لكنه نظام ديناميكي بيمسح ويعدل ويعيد ترتيب الأولويات. السبب الرابع نظام التثبيت. يعني لو ذكرت حاجة أكتر من مرة وحكيتها أو رجعت تفكر فيها المخ بياخدها بجد ويقول تمام دي مهمة هنخزنها. لكن لو عديت على يومك من غير ما ترجع له المخ بيشيله بهدوء وكأنه ما حصلش. في دراسة على موقع لايف ساينس قالت إن الإنسان لما بيسترجع ذكرياته بيحصل له حاجة اسمها السفر العقلي الزمني، يعني بيرجع جوه اللحظة بكل تفاصيلها، الصورة، الصوت، الإحساس. وكل مرة بتحكي فيها عن موقف قديم انت بتثبت الذكرى دي أكتر وبتضعف الجديدة اللي مرجعتلهاش. السبب الخامس النسيان الموجه Directed Forgetting. في تجربة مشهورة الباحثين عرضوا على المشاركين معلومات عن شخصين مختلفين وبعدين قالوا لهم انسوا الشخص الأول وافتكروا بس التاني. بعد فترة الذكريات عن الشخص الأول اختفت أسرع وكأن في زرار ديليت بيتضغط بأمر واعي. لكن المدهش النسيان مش دايما فيه ذكريات بتبقى موجودة، في أماكن أعمق من الذاكرة
دماغك بس بيقفل عليها ومش بيخليك توصلها بسهولة. ولو رجعت تحط نفسك في نفس الحالة العاطفية أو الذهنية اللي كنت فيها وقت ما حصلت الذكرى، ممكن تسترجع 70-80% منها حتى لو كنت فاكر إنها راحت للأبد. وده اللي حصل في آخر الفيلم اللي حكيت لك عنه. وكمان في مثال مذهل تاني على ده، هي جيل برايس، الست اللي عندها ذاكرة فوتوغرافية خارقة، تقدر تفتكر أي يوم من حياتها بتفاصيله الدقيقة، لدرجة إن الماضي بالنسبة لها دايما حاضر. وده رغم إنه بيخليها قوية في التذكر، إلا إنه مرهق نفسيا جدا. العلماء بيقولوا إن الهدف مش تخزين كل حاجة، المخ بيختار اللي شايفه مهم عشان يساعدك في المستقبل. ولما كمية المعلومات تزيد، الجديد بياخد أولوية على حساب القديم. المبدأ ده مش بس على مستوى الفرد، في حاجة اسمها النسيان الجماعي، وده لما مجتمع كامل يتجاهل أو يمسح حدث تاريخي مؤلم أو محرج من ذاكرته العلنية. لكن الحقيقة إن الذكرى بتفضل موجودة في الخلفية، مستنية اللحظة اللي ترجع فيها للسطح. الصحفي جين وينغارتن عمل تجربة عبقرية على ده لما جاب عازف الكمان العالمي جو شوبيل يعزف في محطة مترو في واشنطن، والناس كلها تقريبا عدت عليه من غير ما تقف، كأن لحظة فنية تاريخية اتدفنت وسط الزحمة، لمجرد ان السياق ما كانش بيقول انها مهمة. ومحدش قدر يتوقع ان عازف عالمي يعزف في مكان زي ده. فالنسيان مش ضعف، ده نظام ذكي بيحافظ على استقرارك النفسي وبيخليك تركز على اللي يهمك فعلا. وعشان كل الأسباب دي، ممكن تفتكر نكتة اتقالت لك من 2010 وتنسى اسم حد اتعرفت عليه امبارح. الموضوع مش انك بتنسى، الموضوع انك بتفتكر اللي له قيمة في عرف مخك. افتكر دايما ذاكرتك مش مراية، دي كتاب، وانت اللي بتقرر تكتب فيه ايه. فسيبك من اللي انت نسيته واسأل نفسك، ايه آخر حاجة حفظتها في كتاب ذاكرتك وليه؟ عشان غالبا الإجابة هتكون عن أكتر الحاجات اللي أثرت فيك في حياتك وشكلت شخصيتك. لو النوع ده من الحكايات العلمية شدك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل الجرس، عشان دماغك تستاهل تفكير مختلف.